السلام عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. في الفيديو ده فيديو صعب صعب صعب، يعني إن الواحد يتكلم عنه، لأنه بصراحة يعني حاجة محزنة ومؤثرة جدا جدا، يعني حاجة محدش يستوعبها. كم الناس اللي حضراتكم شايفينها، والجنازة المهولة، وعدد الموتى الكبير، الشهداء دول، علشان خاطر إهمال. الله أعلم إذا كان إهمال الطريق زي ما شايفين وسامعين وفاهمين إن هو فعلا آه، طريق الموت، زي ما بيتسمى عليه إن هو طريق الموت أو الطريق الإقليمي الدائري، اللي هو رايح جاي وفيه يعني عقبات كتير في الطريق مش مظبوط خالص بالمرة. وحتى لما حصلت الحادثة دي، يعني حتى المحافظ ما كلفش نفسه ينزل، يعني حتى لو انتوا شايفين بنات ما شاء الله عليها زي الورد، وكلهم اعمار، ما فيش يعني اعمار صغيرة. وده التريلا او العربية الكبيرة اللي كان سواقها الله اعلم، اتقال ان عينه غفيت يعني او راحت عليه نومة وقتها. ف يعني ده كان خطأ منه. وبعدين في التقرير الطبي بيقولوا ان هو بيبقى شارب وواخد حبوب، واخد مخدرات وكلام فاضي من ده. لكن هي الحقيقة ان هو اصلا كان ماشي في اتجاه معاكس، يعني هو دخل لف ودخل عكس الاتجاه، ودخل قبل الميكروباص في وشه. 19 بنت بالسواق، سواق ولد شاب لسه في مقتبل العمر، زي البنات الصغيرة اللي راحت علشان أكل العيش، نازلين علشان يسترزقوا، رايحين سبحان الله على أكل عيشهم باليومية، رايحين باليومية حدائق فاكهة ورايحين يعملوا شغلهم، واليومية بتاعتهم ما بتتعداش 120 130 جنيه. ف يعني الله المستعان، الطريق ده يوميا بيعمل حوادث. لكن الحوادث بتاعت اليومية دي او اللي بتحصل كل يوم ما تظهرش قدامنا، يعني ما بنشوفهاش. بتكون حوادث بسبب الطريق. مش كل الحوادث بسبب إهمال السواقين، ماشي، السواق بتغفى عينه من التعب، من الشغل، من المجهود، من إن هو بيسافر طريق طويل، إن هو شارب. واعملوا تحاليل واعملوا اللازم يا جماعة، ما تسيبوش الدنيا عايمة كده ويعني بايظة. الأرواح مش حاجة كده بتتلقى في الشارع يعني. كل حد تعبان على عياله إن يطلع على طريق زي ده اسمه طريق الموت. العربية اندعكت كده، اتهرست، يعني كفاية ان هو متسمي طريق الموت. ست راح ليها بنتين اخوات كانوا نازلين يشتغلوا مع بعض، راحوا ضحايا لقمة العيش، اللي منهم دكتورة واللي منهم مهندسة واللي يعني متعلمين علام عالي، منهم بنات أو طلبة كانوا يعني عايزين بيجهزوا حالهم، وهم اصلا في كلية، يعني هم في الكلية وبيجهزوا حالهم ونازلين علشان يشتغلوا، علشان يقدروا يجهزوا نفسهم للجواز. وكمان يعني بيساندوا مع المعيشة مع الأب والأم برضو في البيت، وبيسندوا على نفسهم وبيشتغلوا علشان يشقوا يجيبوا لقمة عيشهم. يعني هنفضل نتكلم في الموضوع ده لحد امتى؟ شايفين الجنازة عاملة ازاي، شايفين كمية الناس عاملة ازاي. الله يصبر اهاليهم، الله يصبرهم ويرحمهم جميعا. يرحم ال 19 بنت والشاب السواق اللي ما غلطوش نازلين في حالهم، ويجي عليهم سواق تريلا يعني هو اتقبض عليه دلوقت وجاري التحقيق معاه. كان داخل في اتجاه معاكس او كانت راحت عليه نومه زي ما بيتقال في التحقيق. بس هو كده ولا كده، اللوم والعيب والغلط على الرقابة، واللوم والغلط والعيب على الطريق اللي هو اصلا رايح جاي، وكله اهمال وكله يعني هو دلوقتي في شغل، الطريق ده فيه شغل، ليه ما بيتقفلش ليه ما يتمنعش المرور من الاتجاه ده ويبقى اتجاه واحد؟ او يعني يبقى فيها حل، يبقى فيها الواحد مش عارف يتكلم اكتر من كده. بس يعني الموقف اصله صعب صعب وتقيل، تقيل تقيل تقيل.
يعني ما تشوفوا الخشب ده، خشب الموتى ده، يعني 19 خشبة، 19 خشبة في يوم واحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أهاليهم ويجعلهم يعني في الفردوس الأعلى متواجدين في الجنة يا رب، اللهم آمين. لأن هم شهداء لقمة العيش. ويعني يعني الحكاية من البداية للنهاية يا جماعة إهمال. والإهمال ده مش يعني قبلها بعدها ب6 ساعات، يعني هي بعدها ب6 ساعات حصلت حادثة تانية في نفس الطريق المهمل ده. بعدها ب6 ساعات حصلت حادثة تانية، والحادثة دي فضلت مرمية مهملة على الطريق 3 ساعات. 3 ساعات سايبين الجرحى أو الموتى. طيب يعني ما هي كان ممكن لا إله إلا الله يعني حد يتلحق فيهم كده. يعني 3 ساعات مفيش، حتى المحافظ ما كلفش خاطره ينزل مهما إن اتحط تكلفة أو يعني رضيتوا الأهالي بأي فلوس، يعني كتعويض مادي. مهما الأهالي أخدوا تعويض مش هيعوضهم أرواح بناتهم اللي راحت دي، وأرواح الشاب المسكين ده. ودي صورة الشاب المسكين أهي صورة الولد اللي كان يعني شقيان بيصرف على نفسه وعلى أهله. ودي طبيعة الحياة وسنة الحياة، إن الواحد يشتغل ويجتهد ويشقى ويتعب علشان خاطر لقمة العيش. بس النتيجة ما تكونش إهمال وإهدار أرواح. حرام 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 إهمال وإهدار أرواح. أرجوكم حافظوا على شعبكم، حافظوا على بلدكم. ويعني الكلام موجه لمن يهمه الأمر. شايفين الخشب على العربية وقدامنا، يعني عربية الإسعاف كانت ورا بعضها مرصوصة قد إيه. وحقيقي الموقف يعني حقيقي بجد، يعني حقيقي الموقف أليم ومزعج إن يعني 19 روح في لحظة 19 خشبة طالعين، 19 واحد. يعني مخنوق بصراحة من اللي حاصل، لأن دي مش أول مرة. يعني أنا قلت لكم قبلها بيوم كان في حادثة، بعدها ب6 ساعات كان في حادثة. وكل يوم الطريق ده اللي هو طريق الموت أو الطريق الإقليمي الدائري، طريق المنوفية، طريق موت بجد. يعني طريق مهمل وحرام انه كل يوم تتم عليه حادثة بالطريقة دي وبالبشاعة دي. ارجوكم، شايفين العربية عاملة ازاي؟ يعني هي ما فيهاش حتة سليمة، يعني جاي عليها تريلا. يحللوا بقى للسواقين، يحللوا لهم يشوفوهم يعني بيشربوا مخدرات ولا عايشين ازاي، علشان الاهمال اللي بيحصل ده. لو هنجيب العيب على الطريق، طيب العيب مش على الطريق، طب العيب على السواقين. طب ما نشوف السواقين، ليه ندي لاي حد اي حاجه كده؟ ويعني ندور كده. يعني لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الواحد مش عارف يتكلم يقول ايه. البقاء والدوام لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا راحلون يا جماعة. بس يعني الموتى بالطريقة دي كل يوم كده، كل يوم. يعني هي أعمار وكل حاجة، بس يعني ربنا يصبر أهل الناس دي. شايفين كم الناس عامل ازاي؟ شايفين يعني مهول. يعني بلد كاملة مجروحة، بلد كاملة متدمرة، يا ريت بلد كاملة، الناس كلها، العالم كله بيشهد موقف زي ده. حاجة صعبة، يعني حزن بقى ودمار في البيوت والأهالي كلها. يعني لما تكون القرية كلها أو البلد كلها عيالهم كلهم كده راحوا في غمضة عين، كده العيال كلها تروح. يعني صعبة ربنا ما يوريهاش لحد وما يكتبهاش على حد أبدا. وربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر قلوب أهاليهم. وإن الله وإنا إليه راجعون. ومهما أخدوا الناس دي، مهما أخدوا مش هيعوضهم بناتهم الحلوة الجميلة اللي متعلمين تعليم عالي، اللي تعبوا فيهم. يعني استغفر الله العظيم. كلنا لله، مفيش حد كبير على الموت. بس الموقف صعب بصراحة، والواحد كان حابب يتكلم عليه، لأن في إهمال كتير وإهمال كبير من كل الاتجاهات. إذا الطريق بايظ، إذا السواقين فاسدين،
طريق يعني إهمال كبير من كل الاتجاهات، فنرجو الدولة تخلي بالها وتشوف الشعب كده وتشوف الناس. شكرا لكم ولحسن استماعكم، وأتمنى التحقيق يكون لصالح الناس دي. شكرا، مع السلامة.